أهلا بيكم. خلونا نتكلم بصراحة، في فرق كبير قوي بين إن الواحد يشتغل كتير وبين إنه يشتغل صح. حكايتنا النهاردة هي بالظبط عن الفرق ده، عن استراتيجية كانت على الورق شكلها مثالي بس في الحقيقة كانت رايحة في حتة تانية خالص. دي ريم، بطلة قصتنا. ريم كانت بتعمل كل اللي عليها ويمكن أكتر كمان. مجهود وسهر وتعب، كل ده كان موجود. بس برضه كان في إحساس غريب ملازمها، إحساس إنها زي اللي بيمشي في مكانه. عارف الإحساس ده؟ خطوات كتير قوي بس الطريق نفسه ضباضي ومش باين له أي ملامح. في الجزء الأول من الحكاية هنشوف معاناة ريم دي عن قرب، مرحلة الإحباط، الشغل اللي ما بيخلص، والنصايح اللي بتطبقها بالمسطرة، لكن في الآخر النتيجة تقريبا ولا حاجة. ريم دي بقى ما كانتش مقصرة في أي حاجة خالص. يعني بنتكلم في إيه؟ ليالي السهر طويلة، عينيها دي بتبقى حمرة من كتر الإرهاق. الكشاكيل بتاعتها مليانة ملاحظات، مفيش معلومة صغيرة ولا كبيرة بتفوتها. مش بس كده، دي خلصت كورس إنجليزي كامل وشامل، وقضت ساعات وساعات بتترجم في مصطلحات معقدة. كل ده عشان تفهم وتطبق صح. يعني مجهود جبار فعلا. وهنا بقى كانت المشكلة الحقيقية. كل الشغل الجبار ده والنتائج يا دوبك متشاف، والإحساس اللي ممكن يقتل أي شغف، إحساس إنها لسه ما وصلتش، كان بيكبر جواها كل يوم. بتشتغل أكتر بس بتفضل في نفس النقطة. ومن هنا بنوصل للحظة اللي غيرت كل حاجة. يوم المراجعة، اليوم اللي ريم اكتشفت فيه إن المشكلة أصلاً مش في كمية الشغل، لا، دي في اتجاه الشغل نفسه، في حتة تانية خالص ما كانتش على بال أي حد. في يوم هادي كده، ريم قررت تاخد نفس وتقف، تراجع كل اللي فات ده من الأول. قعدت مع نفسها وفتحت كل حاجة قدامها وسألت سؤال واحد بس، سؤال مباشر جدا: ليه النتائج مش بتتحسن بالسرعة المفروضة؟ ليه كل التعب ده مش باين؟ وهي بتغوص في تفاصيل المشروع في الداتا والأرقام، بدأت تلاحظ حاجة غريبة جدا، نمط معين بيتكرر، حاجة ما كانتش واخدة بالها منها قبل كده خالص، والنمط ده كان هو مفتاح كل اللغز. وهنا كانت الصدمة الحقيقية. الكورس اللي أخدته كان قيم وممتاز، مفيش كلام، لكن كان متصمم بالكامل لسوق أجنبي. كل الأمثلة، كل الحالات الدراسية، حتى الكلمات المفتاحية اللي بتستخدمها كلها كانت بالإنجليزي، وبتخاطب جمهور ثقافته وسلوكه مختلفين تماماً عن الجمهور العربي اللي هي عايزة توصل له. في اللحظة دي كل حاجة نورت. ريم شافت الفجوة الرهيبة بين النظرية اللي اتعلمتها في الكورس والواقع اللي عايشة كل يوم. المشكلة مش إن المعلومة غلط، لا، المشكلة إنها كانت بتتحط في سياق غلط تماماً. بص بقى على المقارنة دي عشان هي دي الخلاصة كلها. النصيحة الأجنبية بتفترض إن المستخدم بيبحث بالإنجليزي وبس، زي What is SEO. لكن الواقع في منطقتنا العربية مختلف تماماً. المستخدم العربي بيعمل حاجة اسمها بحث هجين، يعني بيخلط بين العربي والإنجليزي، فتلاقيه بيكتب إيش يعني سيو. للوهلة الأولى ممكن يبان فرق بسيط، صح؟ لا، ده فرق يوقع استراتيجية كاملة متكاملة. والأمثلة دي بقى من قلب الواقع بتاعنا بتوضح الفكرة أكتر. الناس بتدور بكيف أسوي SEO أو شرح SEO بالعربي. دي جمل بحث مستحيل تتدرس في كورس أجنبي. في اللحظة دي بالذات ريم فهمت إنها كانت بتتكلم لغة والجمهور بتاعها بيتكلم لغة تانية خالص. يعني الملخص إيه؟ إن النصيحة نفسها كانت صحيحة علمياً، بس كانت غير مناسبة أبداً للسياق المحلي. كانت عاملة زي اللي بيجاوب على سؤال محدش أصلاً بيسأله، بتقدم حل صح لمشكلة غلط. وبعد الاكتشاف ده جه وقت التغيير الجذري. ريم قررت ترمي الاستراتيجية القديمة دي وتبدأ صفحة جديدة. بس المرة دي نقطة البداية كانت مختلفة تماماً. نقطة البداية كانت جمهورها الحقيقي. خطتها الجديدة كانت واضحة ومنطقية جدا. أول حاجة، بحث عميق عن الكلمات اللي الجمهور العربي بيستخدمها فعلا. تاني حاجة، تحليل المنافسين اللي موجودين في السوق المحلي. تالت حاجة، فهم نية الباحث العربي الحقيقية ورا كل كلمة بيكتبها. والنتيجة، استراتيجية محتوى عربية 100% مبنية على فهم للثقافة المحلية عشان تقدر تبني ثقة حقيقية. والأول مرة من شهور طويلة ريم حست إن هي اللي سايقة. إحساس الضياع والتوهان ده اتبخر، والطريق اللي كان كله ضلمة وضباب أخيراً بقى واضح ومنور قدامها. مش عشان شغلها زاد، لأ، عشان شغلها بقى ماشي في الاتجاه الصح. وقصة ريم دي بتخلينا كلنا نقف لحظة ونسأل نفسنا سؤال مهم جدا: هل الاستراتيجية اللي بنبنيها دي متصممة للجمهور اللي في خيالنا ولا للجمهور اللي موجود فعلا على أرض الواقع؟ لأن الإجابة على السؤال ده ممكن تكون هي الفرق بين المجهود الضايع والنجاح الحقيقي.